من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي بوير اف ام بفقرتنا الطبية الأسبوعية ضمن برنامج عطر الصباح. اليوم رح نتحدث عن موضوع مهم وبهم السيدات والفتيات: الرحم المزدوج أو ما يسمى طبيا بالرحم ذو القرنين. تعتبر هذه الحالة من الحالات الصحية النادرة لدى النساء، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن نسبة الإصابة بهذا النوع من الرحم تتراوح ما بين 0.1 ل 0.5 بين النساء. للمزيد من التفاصيل معنا الدكتور محمد مصطفى هوشان، الاختصاصي بالجراحة النسائية، عبر الهاتف. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، أهلا يا أهلا وسهلا فيكم وسهلا. ولمستمعي الكرام. يا أهلا وسهلا فيك وشكرا لانضمامك معنا للحديث حول هذا الموضوع المهم. بداية دكتور، خلينا نوضح للمتابعين ما المقصود بالرحم المزدوج أو ذو القرنين، ولماذا تسمى بهذه التسمية؟ صباح الخير مرة صباح ثانية الخير. وشكرا لكم ولمستمعيكم الكرام. هون لابد ما نوضح شيء. ذو القرنين يختلف عن ذو رحمين. ذو نعم. القرنين تقريبا ممكن نقول شائع جدا جدا بين الفتيات. نعم. يمتلكون رحم ذو القرنين. ذو نعم. القرنين ما عنده أي إشكاليات، لكن ذو رحمين هنا المزدوج. المزدوج هو المزدوج هو ذو رحمين. نعم دكتور. الرحم المزدوج هو بشكل عام تشوه خلقي في جهاز التناسل الأنثوي. نعم. المرأة أو الفتاة تمتلك رحمين، ويحصل هذا أثناء تكوين الجنين الأنثى. عندما يتكون الرحم عادة بصير اندماج قناة المولر، وعندما ما بيصير التحام بين قناة بشكل صحيح فهناك يتكون الرحم المزدوج. احيانا بيكون الرحم المزدوج له عنقان، يعني عنقين بالرحم. واحيانا يكون ملتحم بعنق الثاني، يعني بيكون الرحم اضافي. نعم دكتور، أشرت أحيانا يكون لها عنق أو لا، هنا أو عنق ملتحم، هل لها درجات أو أنواع الحالة المزدوجة؟ لا بكل تأكيد، يعني عندما بيكون حالة مزدوجة ذو عنقين، نعم. فهذا لابد ما أنه بنشيل وحدة منهم، يعني عملية جراحية حتما بده يكون نشيل وحدة. لكن معظمهم بيكون ملتحم بعنق الرحم، الرحم الأصلي. والرحم الملتحم ليس له عنق. نعم. ويتكون ككتلة لحمية لكن هي رحمية. نعم. دكتور، أسبابها إذن هي تعود لفترة الحمل عندما يكون الشخص في الحالة الجنينية. إذن ليس هناك أسباب تؤدي فيما بعد الولادة، هي أسباب تعود لقبل الولادة. نعم، هي بمرحلة تكوين الجنين. نعم بمرحلة تكوين الجنين كما ذكرنا أنه ما بيصير التحام بين قناة المولر. نعم دكتور، هلأ قبل ما نتناول الحالة اللي عالجتموها قبل فترة، يا ترى في أسباب ممكن تؤدي خلال فترة حمل الأم إنه تتشكل الرحم عند الجنين بهذا الشكل؟ ممكن يكون في أسباب تأثر على السيدة أثناء الولادة تؤدي إلى أنه الجنين ينشأ بهذه الحالة، الجنين الأنثى؟ إلى الآن لا يوجد أسباب رئيسية حتى بنقول أنه في سبب مثلا من الأدوية أو أطعمة أو شيء. لا يوجد شيء أبدا أبدا. تمام. لا، قلنا هي عدم تكوين القناتين ما بيلتحموا ببعض فقط، هذا هو السبب الرئيسي حاليا. وإلى الآن الطب لم يثبت هناك أسباب معينة. نعم دكتور، نتحدث ونطلع المتابعين على الحالة اللي قمتم مؤخرا بعلاجها جراحيا. نتحدث عن تلك الحالة، كيف تم التشخيص، كيف تم العلاج، وكيف صارت العملية؟ المريضة زارت عيادات أطباء كثير كما هي ذكرت لنا حين زارتنا في مشفى
ألماني تخصصي نعم. بكوباني زارتنا وشكاوي في ألم البطن وعدم حصول الحمل. إذن هي سيدة كانت. نعم، هي سيدة متزوجة. فخلال قصة سريرية شرحت لنا شكينا أنه هناك في شيء معين. وهي فحوصات وتصاوير إيكو. لكن هناك في مدينة منبج حاطين لأنه رحم ذو القرنين. في حلب قايلين نشك أنه رحمين. جبنا عنا بعثنا على إيكو عند دكتور محمد عارف. فأكد لنا أنه هناك ذو رحمين. دكتور نعم. ذكرت في بداية اللقاء أنه ذو القرنين يكون عند الفتيات وليس السيدات. لا، وعند السيدات، يعني الفتاة بتصير سيدة بعدها. لا لأنه أشرت في بداية اللقاء أنه الموضوع مختلف، ذو القرنين عن الرحم المزدوج، ويكون الرحم بالحالة ذو القرنين لدى الفتيات شائع أكثر أم لدى الفتيات بشكل خاص يحدث؟ نتابع معك دكتور الحالة، كيف تم العلاج ولماذا تم اختيار الحل العلاجي لهذه السيدة؟ بعد ما أكدنا أنه هناك رحمين وعندها كان نزف، ألم بطني شديد، وعندها الجمع مع الزوج، ألم شديد والنزف. فاضطرينا أن نجري لها عملية، وأجرينا العملية في مشفى ألماني تخصصي بكوباني مع الكادر الطبي، ونشكر جزيل الشكر لإدارة المشفى. قمنا باستئصال الرحمة الزائد. الرحمة الزائد. وعملية تمت بنجاح كامل، والمريضة حاليا بصحة جيدة، وهي خرجت في البيت. اتصلنا معها. الحمد لله وضع كويس جدا، وهي حاليا عم تمشي وما عندها أي مشكلة. كثير منيح. دكتور، ما الأعراض التي تشير سواء لدى السيدة أو لدى الفتاة قبل الزواج تشير لوجود حالة رحم مزدوج؟ هل يكون هناك أعراض تظهر أم لا يوجد أعراض تساعد في اكتشاف أن هناك حالة رحم مزدوج؟ شوفي ماما، في البداية ممكن تكون الرحم ذو القرنين، ذو الرحمين عفوا، مزدوج. الرحم المزدوج ممكن بيكون من دون أي أعراض. لكن أغلب الأوقات بيكون الدورة بشكل غزير مع ألم شديد لدى الفتاة بيكون قبل الزواج. لدى الفتاة قبل الزواج ألم شديد في البطن، لكن غير منتظم. تمام. دكتور، قلنا نزيف غير منتظم. يعني دورة غير منتظم، وإذا بتيجي غزيرة جدا، ألم شديد أثناء ممكن يكون دلالات. نعم. دكتور، ولكن بعد الزواج عند الجماع تعطي ألم شديد مع النزيف. دكتور، عادة كيف يكتشف باعتبار ما في أعراض دقيقة؟ لأنه ممكن الفتاة يعني تشك أنه الألم ناتج عن مسألة أنه دورة شهرية. كيف يكتشف عادة؟ هناك من يقول بأنه غالبا ما يتم، أو دراسات تشير أنه غالبا ما يتم اكتشاف هذه الحالة لدى السيدة بعد الزواج، حينما تقوم بإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة للحمل بالدرجة الأولى. شوف، هو أول شيء يعني هي الفتاة يوم اللي بتجي تشكي بعض الشكاوي. للأسف الشديد معظم البنات الفتيات قبل الزواج عندهم هذول الأعراض، يعني ألم عند الدورة، تكون ألم شديد في البطن. أحيانا الدورة بشكل كثير، أحيانا تنقطع. عدم انتظام. لكن عدم الانتظام. نحن هون في عنا السونر، أو نحن نسميه إيكو. عن طريق إيكو في التجويف يبين رحمين. دكتور. تمام. بعد إذنك بس. تفضل. الرنين المغناطيسي بيعطي أدق
يعني بيعطي 100% أنه في تجويف أو في بطن الفتاة أو المرأة رحمين. وفي ممكن نعمل صورة ظليلية، يعني للتشخيص في عدة طرق نعم. ممكن بيبين إذا كان الأهل أو المريضة أو الفتاة منتبه على حالة. يعني أحيانا معظمنا بتعرفي إن إحنا خاصة الأرياف إنه إن شاء الله بتعدي على الخير، شوية ألم بتاخذ حب مسكن وخلاص. تماما دكتور. في عنا نقص بالتوعية، التوعية النسائية فيما يتعلق بحالتهم. أشرت لطرق التشخيص دكتور والفحوصات التي بتاخدوها لما بيكون في حالة، ولكن كيف يتم العلاج؟ يعني الحالة التي قمتم بعلاجها كانت تستدعي العلاج الجراحي، هل غالبا العمل هو جراحي للعلاج أم هناك دوائي؟ ما هي كيف يتم العلاج بشكل عام؟ هون في شغله بخبركم واتمنى انه بيسمعوا المشاهدين او بيصير لهم خبر. علاج الوحيد هو عمل جراحي قولا واحدا. لماذا يعني دكتور؟ لأن برحمين ما راح تصير حمل. نتحدث الآن نقطة مهمة دكتور. نعم، ما بتصير حمل. ثانيا بدها تصير عند الجماع، يعني عندما تتزوج البنت بدها تصير ألم شديد. تمام؟ نعم. ثالثا غزارة الدورة تنقطع وبتتكرر، وممكن بتصير بتعطي نفس حالة وكأني معها ليف رحمي، يعني باستمرار نزف. دكتور، إذا كانت سيدة لديها رحم مزدوج وفي فترة حمل وليست على دراية بهذه الحالة، كيف سيؤثر أو ستؤثر هذه الحالة على الحمل لديها وفرص الإنجاب السليم؟ يعني نعم، حمل ما راح يكتمل، يعني راح يصير إجهاض أو ولادة مبكرة. يعني ما بتصير، لأن حمل حجمه يكون صغير جدا. نعم دكتور، بختام لقائنا شو النصائح اللي فيك توجهها للفتيات والسيدات فيما يتعلق بموضوعنا؟ قبل كل شيء على مناطقنا أو على شعبنا في شمال شرق سوريا أو بكل من بيسمعنا، البنت في بداية الدورة الشهرية لازم تتخاضى عيادات الطب النسائي، وبتطلب منا إذا طلبت منا الإيكو بتعمل، أو طلبت منا أي شيء بتعمل، هذا لصالح المريضة وليس لصالح طبيب. نعم. تمام. وإذا صار دورة غديرة مع ألم شديد كمان ممكن تعمل بتجي عند دكتور نسائي. نعم. تمام. وشغلة الثانية، أتمنى من جميع مراكزنا الصحية ينتبهوا على فتيات من عمر 11 إلى 15 بهذا خصوص. الدورة نظامية ما نظامية، تتأخر أو ما تتأخر. تمام. يعني غير هدول ممكن فيما بعد بيصير حديث كذا. عدة مرات يجينا لا يمتلكون الرحم نهائيا، يعني البنت عمرها 24 سنة ولا مرة ما شافت الدورة. تمام. تأخر ممكن يكون علامة دكتور؟ طبعا تأخر ممكن، يعني بتجي عند الدكتور، الدكتور هو راح بيشرح لها. نعم. يعني أنا قلت لك عدت علي أنا شخصيا أنه عمرها 24 سنة بعد ما تزوجت بدها تحمل وما عم تجي. خلال الحديث أثبت أنه ما عنده دورة أبدا، بعد ما اكتشفنا أنه ما عنده الرحم نهائيا، عديم الرحم. دكتور، نصائح هامة جدا قلتها للسيدات والفتيات، ولكن هناك سؤال: إذا ما السيدة أجرت هذه العملية جراحيا هو آمن بكل الأحوال؟ هذا يعود إلى الطبيب والفريق اللي يقوموا بهذا العملية. ومعظم أطبائنا قادرين، وإن شاء الله العملية تكون ناجحة عند الجميع وليس عندي فقط، عند الجميع. نعم. لكن في هون شغلة، لكن فيما بعد العملية بتصير حمل أو لا، أعتقد صعب جدا جدا لعدة أسباب. لأني معظم اللي عندهم ذو رحمين
يكون عندها الرحم الطفيلي، بدها مدة وممكن تحمل وممكن لا، لكن بدك تحط 70% ما بتصير حمل. أوف، إذا هي بدها تلتجئ للعلاج الجراحي ليصير عندها حمل. ألو دكتور، تسمعني دكتور؟ ألو دكتور تسمعني؟ أيوة. إيه دكتور. نعم نعم نعم. دكتور، يعني أنا قلت وعلقت فيما أشرت إليه أنه إذا السيدة بتلتجئ للعلاج الجراحي ولعلاج الحالة الخلقية موجودة عندها بالرحم ليكون في عندها نسبة حمل أكيدة، يعني فأنت عم بتشير ممكن يكون يعني ل70% ممكن ما يصير حمل. هذا الشيء نعم يعني مخيف حقيقة. هذا هو الواقع، يعني الواقع. يجب أن نقابل الواقع كما مم. هو موجود من دون ما نخدع المريضة نعم. أنه إلك نسبة كذا، والمريضة من طبيب إلى طبيب لحتى نعم. تتعالج العقب. نعم. كتير الشكر لك دكتور. بختام اللقاء إذا بتضيف أي نقطة أنا ما سألت تفضل. أشكركم كتير جميعا شكر. جزيل الشكر، ما عندي أي شيء، وإذا أي شيء بصير أهلا وسهلا فيكم. كتير شكر لك دكتور ولمعلوماتك القيمة. الدكتور محمد مصطفى هوشان الاختصاصي بالجراحة النسائية كنت معنا عبر الهاتف. كل الشكر لك.